من قلب ايطاليا اخويا مصطفى. ايطاليا. سوريا واهل سوريا. سوريا. سوريا واهل سوريا. شباب سوريا. سوريا واهل سوريا، كل راجل محترم وجدع. اخويا المحامي، اخويا المحامي اللي سحب ملف بس. مساء الخير من فوق السحب وجنب. عمال اقول لك مش سهل ولا استعمل. Stringere perché c'è un altro posto. ازيكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا مع بعض عن الرحله وعن ازاي وصلت لايطاليا، وخدتكم معايا خطوه بخطوه تفاصيل كتير قوي من الرحله وايه اللي حصل. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن اول خطوه في ايطاليا. احنا وصلنا ايطاليا يوم راس السنه. يوم 31/12/2022 دخلنا ميه ايطاليا، جم خدونا الصليب الاحمر. ويوم 1/1/2023 احنا كنا دخلنا الاراضي الايطاليه. احنا وصلنا مركز الاحتجاز اللي هو بيستقبلوا فيه المهاجرين في سيشيليا، اسمه شنترو اكولينسا. الشنترو ده اللي بيكون مسؤول عنه الصليب الاحمر اللي هو الكروتش روسو. وهنا احنا كنا بصراحه مستنيين امال كتير قوي، الحقيقه كانت غير التوقعات خالص. يعني احنا كنا في دماغنا بقى ان هم هيجيبوا لنا هدوم واكل وشرب وكده. هم بصراحه يعني كتر الف خيرهم على اللي هم عملوه اصلا، ان هم نقذونا من الموت. بس يعني برضو انا بقول لكم الكلام ده لان اكيد انتوا سمعتوا كلام كتير قوي، وخصوصا ان في اعداد مهوله سافرت، فما تبقوش مصدقين ان كل حاجه حقيقه. يعني احنا بنوصل الشنترو ده، اول حاجه عملنا بصمه دخول البلد. زي ما قلت لكم قبل كده ان هو زي فيش وتشبيه، وان انت بتسجل دخولك من اللحظه اللي انت دخلت فيها ايطاليا يعني. بعد كده قعدنا في المكان ده 3 ايام. كانوا هم بيجيبوا لنا اكل وشرب، وبرده كان مكرونه. كان مكرونه وسندوتشات، يعني بدل الفول بقى سندوتشات، بس دايما كان في المكرونه ملازمانه. زي ما انتم عارفين انا كنت حافي حرفيا، ما كنتش لابس كوتشي ولا اي حاجه. بعد كده بداوا يجيبوا لنا كوتشيات اللي هو زي كده. ده اول حاجه جبناها. كانوا بيجيبوا طبعا اعداد، وكانت الاولويه دايما للاطفال، ويعني على حسب بقى كنا بنقف طوابير وكده، واللي بيلحق ياخد حاجه كان بياخدها. يعني المركز ده كان عباره عن سراير اللي هي زي سراير المستشفيات كده، ومترصص بقى المركز ده في حوالي 1000 ولا حاجه سرير، فكان كل واحد بقى له سريره ينام عليها. احنا قعدنا في ده 3 ايام. اول ما وصلنا الاطفال كان لهم الاولويه طبعا، قعدوا يسالوا يشوفوا مين اقل من 18 سنه وكده. كان في مترجمين، كان في حوالي 2 أو 3 مترجمين بيتكلموا عربي، منهم اللي هم كانوا عرب اصلا، وكان باين برضو ان في منهم متعلمين عربي وبيتكلموا يعني باللغه العربيه الفصحى وكده مع الاطفال. احنا طبعا ما كانش حد يعني يعتبر مهتم بينا قوي في السن. ما علينا. اللبس بقى احنا جابوا لنا في الاول، مش جابوا لنا كلنا لبس، بس يعني هم كانوا بيجيبوا تقريبا، بتبقى في ناس سايبه يعني مثلا هدوم او كده مستعمله مش بيستعملوها، فبيودوها لحاجه هنا اسمها الكاريتاس. ده بياخدوا فيه الهدوم المستعمله او كده، بينظفوها وبيغسلوها وبيعيدوا تاهيلها يعني، وبعد كده بقى بيدوها ايه للمحتاجين. فاحنا تقريبا الهدوم اللي جابوها لنا في الاول كانت من ده، وكان بقى اللي عايز ياخد بياخد. يعني هو فعلا ما فيش اي حاجه وقفت، لان كان كله عايز يغير الهدوم اللي عليه باي شكل، اي شكل ايا كان هو ايه. فكان اللي بيعرف ياخد حاجه يلبسها، وخصوصا ان الجو كان ساقع برضه في الفتره دي. هنا درجه الحراره في ايطاليا اقل بكتير قوي من مصر. ده بالنسبه للهدوم وبالنسبه لللبس. يعني بالنسبه للاكل والشرب الوضع كان كده. الاول الاطفال دي كانوا بيتقسموا لنوعين.
يعني انا فاكر بالنسبه للاطفال دي ان في، يعني انا اللي قدامي اللي انا شفته كانوا عيلتين او عيله مش فاكر بالظبط، دخلوا وكانوا بيبصوا كده على الاطفال اللي موجوده، يعني اللي هم اطفال ده بمعنى كلمه 18 سنه، يعني هنا كل ما هو تحت 18 سنه بالنسبه لهم طفل، حتى لو بالنسبه لنا. فكانوا بيختاروا بقى واحد من الاطفال دي، ويعني يقترحوا عليه بقى ان هو يتبنوه كده وان هو يروح يعيش معاهم والكلام ده. وطبعا كان في اللي بيوافقوا، وخدوا واحد ساعتها من الاطفال دي اتبنوه وراح معاهم، يعني في ساعتها في نفس الوقت حرفيا، ده في اول ساعات اول ما وصلنا بعد ما وصلنا وكده. بعد كده الاطفال التانية دي خدوهم كلهم في اتوبيسات وكده ومشوا بقى، الله اعلم ودوهم فين يعني، بس بيتوزعوا على جميع انحاء ايطاليا في حاجه هنا اسمها الكوميونيتا. ده زي بيبقى مركز رعايه اطفال او كده، بياخدوهم بقى وبياكلوهم ويشربوهم، ويعني بيهتموا بيهم ورعايتهم، ولو حد عنده موهبه او كده بيودوه ان هو مثلا ينمي مهارته او بيهتموا بيه، يعني بيبقى له طبعا مصاريف اسبوعيه او شهريه ما اعرفش، يعني ده بتختلف من مكان لاخر، حتى الفلوس اللي بيدوها له بيبقى من مكان لاخر، بس يعني هي مش فلوس ان هو هيحوش منها او كده، لا هي تبقى فلوس يعني معيشه، مثلا في الشهر رقم يعني ما عملوش اي حاجه غير ان هو مثلا ممكن يجيب له تيشيرت بنطلون، يبقى معاه فلوس يشتري اي حاجه مثلا حاجه بسيطه او كده، ان هو يعني بحس ان هو عايش شويه. بالنسبه للكبار بقى كان برضو بيجوا اتوبيسات بينادوا على الارقام، زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا كنا مترقمين، فكانوا بينادوا ارقام عشوائي، والارقام دي كانوا بيتحملوا في الاتوبيسات، والاتوبيسات بتتجه بقى على حسب، برضو بتتوزع في جميع انحاء ايطاليا في نفس الكوميونيتي دي، بس بيبقى في الكوميونيتي دي بتبقى للاطفال، اللي هم للكبار بقى كان بيبقى حاجه اسمها الكامب. الكامب ده هو نفس فكره الكوميونيتي بالظبط، بس يعني بيبقى للكبار علشان ما يخلطوش بين الاطفال والكبار مع بعض. الكامب ده برضو بيختلف انواع من حسب المنطقه للمسؤولين كل حاجه، يعني بدانا نتوزع مجموعات في مجموعات في مجموعات، كل اتوبيس بقى بيسلم مثلا على اصحابه او كده لو ما جاش حظه معاهم وبيمشي. احنا انا واصحابي، شكرا على سؤالكم واهتمامكم، بس الحمد لله يعني احنا كنا جينا مع بعض في المجموعه مع بعض، لان كان ترتيب ارقامنا يعتبر ورا بعضه بالظبط، فحطينا كلنا في اتوبيس واتجهنا بقى على نابولي. كنا في مدينه كاتانيا الايطاليه في مدينه سيشيليا. رحنا عدينا البحر لكالابريا، ومن كالابريا عملنا رحله حوالي من 8 ل 10 ساعات كده في الطريق. قلب السحاب. واخدين سوبر جيت بنتمشى بيه في قلب السحاب شويتين وراجعين من قلب نابولي ايطاليا. ايطاليانو مساء الفل يا ابو حبيبه. يا سيدنا بالله على السلامه. لحد ما وصلنا لمدينة نابولي. لما وصلنا مدينة نابولي نزل الأتوبيس، وقف في الشنترو بتاع نابولي، في مكان كده في الشنترو بتاع نابولي اللي هو وسط مدينة نابولي. جه عربية ساعتها، فاكر إن جه عربية ملاكي، كان عايز 5 مننا بس، وإحنا ما كناش نعرف العدد، فساعتها كنا نزلنا إحنا الأربعة، وفضل واحد من صحابنا ما كانش هينزل معانا، وبعد كده كان هينزل حد غريب، فاحنا حاولنا ان احنا نتواصل معاه يعني بالانجليزي او كده، في ان احنا نبقى احنا الخمسه مع بعض، والحمد لله يعني خدنا احنا الخمسه فعلا مع بعض. خدنا بقى معاه في العربيه ودانا للكامب ده. وصلنا مع بعض بقى للكامب في نابولي، ومن هنا عرفنا ان احنا في المكان ده هنقعد فيه،
لحد بقى ما نخلص اجراءات الاوراق وان احنا نبدا بقى نتعافى في المكان ده واحده واحده كده لحد ما نبدا نبني حياتنا يعني. نبدا بقى نشم نفسنا في المكان ده واحده واحده يعني لحد ما نقف على رجلينا بقى في البلد وكده. المكان ده لما رحناه كان مكان كويس بصراحه. بس احنا ما حدش جاب لنا هدوم ولا اي حاجه من الكلام ده يعني. احنا على عكس باقي الناس، لان احنا كنا بنتواصل برضو مع اصحابنا او كده او الناس اللي كانت معانا في الرحله. احنا تواصلنا ارقام بقى وخدنا ايميلات بعض والكلام ده كله، وكنا بنتواصل معاهم. في ناس كتير قوي كانوا بيروحوا اماكن حلوه، كانوا بيجيبوا لهم اكل وشرب نضيف ولبس. وفي والله منهم كان بيحكي لنا ان هم حرفيا بياكلوا في مطعم وكده وبيطبخوا لهم ويعملوا لهم اكل كويس وكده. في ناس تانية كانت حالتهم زي حالتنا، مش محظوظين يعني. هو الحمد لله طبعا احنا مش بنتبطر عن النعمه، بس انا بحاول اوريكم يعني الفرق بين التفاصيل، لان في كل حاجه موجوده. احنا بقى ولا حد جاب لنا هدوم ولا اي حاجه خالص من اي نوع، ولا فلوس ولا اي حاجه. احنا كنا موجودين في المكان ده لنا بننام واكل وشربنا بس موجودين. كنا الاكل والشرب في المكان اللي احنا كنا بناكله ده كانوا اربع حاجات. كان بيجي لنا مكرونه في علب مغلفه اللي هي نفسها دي، وكان بيجي رز. وهنا الرز يا جماعه ما بيحطوش عليه ملح، دي معلومه ليكم. فكنا بنجيب الملح حرفيا، بنحاول نشوف ملح ونحطه عليه كده على الرز من فوق عشان تديله شويه طعم وتاكله. وكان بيجي اوقات بقى رز وفراخ، كان بيجي فراخ دي كانت بتيجي فراخ مسلوقه، كانت بتيجي برضه كل حاجه كانت بتيجي في العلب المغلفه دي. وكان اوقات كانوا بيجيبوا لنا عيش، اللي هو عيش فينو صغير كده، صغير خالص كده وبانيه. كل حاجه كانت بتيجي ساقعه تلج، بس كنت بتاكل يعني. انت عايش، انت دلوقتي عندك حاجه بتعرف تاكل فيها على الاقل. ده كان بالنسبه للغداء والعشاء. كان الوجبات دي كلها كانت بتيجي منهم مجموعات كده في العشاء، وانت كنت بتروح تختار لك طبقين، يا اما طبق مكرونه مثلا وطبق فراخ، يا اما رز. بعد الوجبات كان بيجي لنا فاكهه، سواء كان بيجي برتقال او تفاح. الصبح بقى الفطار كان بيبقى الساعه 7 الصبح، من الساعه 6 للساعه 7، لان كان في ناس في الكامب ده بقالهم حوالي سنتين او ثلاثه، دول كانوا جنسيات تانية. وكان في برضو هناك ثلاثة مصريين كانوا موجودين في الكامب ده قبلنا يعني قبل ما نروح. فكانوا قاعدين في المكان ده بقالهم سنتين او ثلاثة على امل ان هم يستلموا الاوراق وما استلموش حاجة. احنا واحدة واحدة يعني كنا بنفهم الوضع. هحكي لكم كل حاجة. الفطار كان بيبقى من الساعة 6 للساعة 7 الصبح، كان بيبقى عبارة عن لبن، كوبايه لبن وعندك فاكهه تفاح او برتقال برضه. واللي ما بيصحاش بقى او بيفضل نايم ده بيروح عليه الفطار وبيستنى الساعه مثلا واحدة الظهر او كده لحد ما يجي الغداء. وبعد كده العشاء بيبقى بالليل مثلا حوالي الساعه 6 او 7 بالليل. ده بالنسبه للاكل. بالنسبه للاوراق احنا اما وصلنا الكامب ده قعدنا اول 3 ايام محدش كلمنا. بعد كده جم مسؤولين الكامب قال لك ايه بقى، هيمضونا على الاوراق وكده، ان هو بتاع تقديم اللجوء. احنا طبعا ما كناش نعرف لجوء مش من لجوء، ولا ايه بقى مميزات لجوء، ولا ايه اللي مش مميزات لجوء، ولا كنا عارفين اي حاجه يعني. هو كان بيقول لك امضي هنا، فانت كنت بتمضي وخلاص يعني. انت بتعمل اي حاجه بسبب الخوف من انك تترحل. احنا ما كناش نعرف اصلا ان ده فليك حقوق. ما علينا، ده موضوع لوحده هبقى احكي لكم تفاصيله تانية. كان في برضه حاجة مهمة كنا بنعملها كل يوم الساعة 6 الصبح. كنا لازم تصحى الساعة 6 الصبح تنزل تمضي حضور ان انت موجود في الكامب، لان انت في الكامب ده كنت ممكن تخرج وتروح وتيجي وكده، بس في نفس الوقت يعني لازم كل يوم تنام في الكامب ده. لازم اخر الليل قبل ما الساعة تيجي 10 بالليل تكون جوه الكامب ونايم في الكامب جوه. والصبح الساعة 6 الصبح تسجل حضور ان انت موجود، لان لو عدى عليك يومين وانت ما سجلتش حضور فانت بتطرد من الكامب ده، وبعد كده بتنام في الشارع بقى. فانت ما بيبقاش عندك اختيار ثالث، يا اما تقعد في الكامب يا اما تمشي، حاجه من الاثنين. بالنسبه للشغل ده كان موضوع صعب جدا ورحله طويله وقصه غريبه، بس يعني هقول لكم. بالنسبه لي في الكامب ده كان موجود بنجلاديش وباكستان وثلاثة مصريين زي ما قلت لكم. كان في شوية أفريكان، سواء بقى من كينيا أو من السنغال أو من البلاد الأفريقية يعني. عموما كان في عدد مش كبير، كان أكبر عدد موجود كان هو الباكستان والبنجلاديش. الناس دي كانت بتشتغل
بس هم فيهم مشكله، يعني هم بيشتغلوا مش عايزين حد تاني يشتغل، لان المدينه اللي احنا كنا فيها كانت مدينه على جبل، يعني كانت قريه صغيره خالص فوق جبل في مدينه في الجبال اصلا. فالشغل اللي كان موجود هناك كله كان شغل زراعه او حاجات لها علاقه بالزراعه عموما. وكانت يعني مدينه صغيره خالص، فعددهم صغير فعلا، فما فيش شغل موجود كتير وكده، وكانوا بيناموا من المغرب. انت طبعا عايز فلوس، وعايز تبدا تجيب هدوم، وعايز يعني عايز تفوق. احنا كنا والله يا جماعه عايز اقول لكم، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ان احنا حرفيا عشان يعني نشم نفسنا كنت بتقلع البنطلون تغسله وتفضل قاعد بالبوكسر لا مؤاخذه في الكلمه، وتستنى البنطلون ينشف وتلبس البنطلون على العري، وبعد كده تغسل البوكسر، وبعد كده تستناه ينشف، وهكذا علشان تغسل بس هدومك، الطقم اللي عليك كله ده حوار كله. طبعا انت شعرك كله كان كده بقى. فاحنا في الاول اللي كان بيعرف يكلم حد يجيب منه مثلا اي فلوس او اي حاجه نمشي نفسنا بيها، اللي هو مثلا قرايبه هنا او كده، كنا بنعمل كده. اتنين من صحابنا اللي كانوا معانا عرفوا يتواصلوا مع حد لهم قريبهم هنا في ايطاليا يعني، بعت لهم لبس طقمين لهم وكده، وبعت لهم خط موبايل، ف بدأوا يفتحوا نت وكده. احنا طبعا الباقات كنا لسه عندنا حتة الخوف بقى من النت في مصر، الباقات بتخلص والكلام ده كله، فكنا خايفين ان الباقة تخلص واخر الشهر هيجي وهنجددها منين والكلام ده كله. آه، كان موضوع صعب يعني. كنا ما بنستنى الصبح الساعة 6 الصبح بقى يجي المسؤول ده علشان ياخد مننا الحضور وكده، فكنا بنضايقه بصراحة يعني. كنا تقال قوي ورخمين في ان احنا كنا دايما نزلنا عليه في ان هو يفتح لنا هوت سبوت علشان نكلم اهالينا او كده، او نعمل مكالمة، نبعت رسالة، نشوف اللي بيحصل مثلا في اي حاجة، او تقلب في النت شوية. بالنسبة للغة احنا في الأول كنا دايما بنستخدم الترجمة، يعني كنا بنخليه يفتح لنا هوت سبوت ونستخدم مع الترجمة في ان احنا نسأله على وضعنا او ايه الإجراءات المطلوبة او الورق هيجي امتى او احنا هنعمل ايه، او بتسأل انت يعني انت عايز تتكلم، عايز تفهم انت فين وانت بتعمل ايه وايه اللي هيحصل معاك والكلام ده كله، بنستخدم دايما الترجمة. بعد كده لما ما كنش معانا نت بقى وقاعدين اليوم كله فاضي، ف انت طبعا بتاكل وتشرب وعندك السكن مجاني وكل حاجه، الكلام ده كان في الاول. فاحنا ساعتها كنا بنقعد ننزل بقى فيديوهات كتير وكده تعلم اللغه الايطاليه وللمبتدئين والجمل اللي تفيدك في ايطاليا والكلام ده كله، ونقعد نحفظ فيها بقى ونسمع لبعض مثلا والكلام ده كله. والحمد لله يعني الموضوع ده فرق جدا فرق جدا يعني معانا. اقول لكم اول فلوس جت ازاي. اول فلوس جت في ان احنا اكتشفنا ان البنجلاديش والباكستان دول بيشتغلوا، فاحنا كنا بنروح نطلب منهم ان هم مثلا يشوفوا لنا شغل او يساعدونا او ان هم ينزلونا معاهم شغل او كده. هم طبعا كانوا بيخافوا، كانوا دايما بيدوا الاولويه لهم لبعضهم. لما كان بيجي حد جديد مثلا من بنجلاديش او باكستان او كده من بلدهم يعني، كانوا بينزلوه، هو اللي كان بيبقى له الاولويه يعني. انما احنا كان بيقعد يقول هكلم صاحب الشغل هكلم صاحب الشغل، ولا كان بيكلم ولا كان بيعمل ولا اصلا حد شغله انت بتعمل ايه ولا انت فين. احنا طبعا بعد فتره كبيره حوالي 10 ايام او اسبوعين كده من القعده وانت زهقت بقى معكش ولا ربع جنيه حرفيا، مش عارف تروح فين ومش عارف تعمل اي حاجه، ونفسك في حاجات كتير قوي واولهم هدوم، ونفسك تعمل اي حاجه مش عارف. ف يعني من الاخر اتواصلنا مع كذا حد في ان هو يبعت لنا مثلا فلوس او كده. عرفنا ان نتصرف في مبالغ مش كبيره قوي، يعني 50 يورو. 50 يورو دي جبت يعني. انا فاكر ساعتها ان اول حاجه اشتريتها اشتريت رينج وجاكيت وكوتشي، بس كده كده راحت ال 50 يورو. وبعد كده بالنسبه للشغل بقى عايزين نشتغل فهنعمل ايه. فكنت بقيت اصحى بقى الساعه 5 الصبح، كانوا البنجلاديش دول كانوا بيصحوا الساعه 5 الصبح او كده بينزلوا وبيخرجوا قدام الكامب ده. كان بتيجي عربيه تاخدهم، شفتوا عندنا اللي بيروحوا شغل البصل والكلام ده في الارياف او كده، نفس الموضوع بالظبط. كان بيجي العربيه تاخدهم يركبوا كلهم ورا في الصندوق اللي ورا ويروحوا بقى الشغل. في الاول حاولت انزل مره واثنين وثلاثه وعشرة علشان احاول في ان انا اتكلم مع صاحب الشغل اللي هو كان بياخدهم بالعربيه ده في ان انا اطلب منه شغل او كده. دايما كنت ما بلحقوش يعني، لحد ما بقيت اصحى بقى قبل كده بكتير الساعه 4 الصبح، وافضل قاعد بقى في الكامب مستنيه تحت قدام الكامب لحد ما يجي، وانزل له اروح له اقول له تشيركو لافورو تشيركو لافورو، يعني بدور على شغل بدور على شغل. وهو يبص لي كده ويقول لي اي حاجه وانا اقول له سي 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 سي، يعني ايوه.
وانا مش فاهم هو بيقول ايه اصلا. فيقول لي دوماني دوماني، بكره بكره بكره. بقول له ماشي. امشي تاني وارجع، وتاني يوم اجي له واقول له نفس الموضوع، يقول لي بكره بكره، وهكذا. تنتني على الوضع ده بتاع حوالي 4 5 ايام، وهو برضه مش عارف ينزل شغل. فبعد كده لقيت ان في بنجلاديش تانيين كانوا بينزلوا نزلة الجبل، لان احنا كنا حرفيا فوق جبل. يعني الكامب بتاعنا ده كان فوق جبل لوحده كده فوق، وانت بتنزل بقى عشان تشوف الطريق العادي والبلد العادية تحت. يعني احنا كنا فوق البلد. ف بدأت انزل بقى ورا البنجلاديش اشوفهم دول هيروحوا فين، وكنت بلاقيهم بيركبوا الاتوبيسات ويمشوا، فاعرف ان هم دول شغالين في جهات تانية او مع ناس تانية، فبيروحوا شغلهم لوحدهم. وبعد كده حد قال لي الثلاثه المصريين اللي هم القدام دول قالوا لي انت لو عايز تنزل شغل ممكن تنزل تقف على الطريق، والناس بتعدي وهيطلبوك مثلا يقول لك تعالى اشتغل معايا وكده. وده اللي حصل فعلا. نزلت بقى اول مره رحت فيها شغل دي. نزلت وقفت على الطريق، دنيتني واقف قدام على الطريق كده حوالي 3 ساعات الصبح، الساعه 4 الصبح للساعه حوالي 7 8 الصبح كده. فجي واحد بقى معدي كده، لقيته بيعمل لي كده تعالى اركب. فانا ركبت وخلاص وماشي. قعد بقى يحاول يفهمني، وانا واحده واحده من هنا لهنا فتح الترجمه وقال لي الشغل وكده. قلت له ايوه. وبعد كده لقيته مشي بيا بقى في مسافه، ولقيته داخل بيا في غابه. والله فاكر اليوم ده عمري ما هنساه. ونزلني في الغابه كده، ولقيته بيقول لي بقى ايه اعمل لي كده. هو بيكلمني لغه اشاره بس يعمل لي كده. فانا بقول له، وهو يعمل لي كده وانا اعمل له. تقول لي راح خارج فاتح شنطه العربيه ومخرج فاس او شقرف او ما اعرفش ايا كان انتوا بتسموه ايه. وراح موريني الشغل بيتعمل ازاي. كان شغل تقطيع اشجار. كان في الكاستانيا، حاجه اسمها كاستانيا، ده نوع زي مكسرات او كده. الشجر بيبقى تخين قوي كده وبقعد انضف فيه بقى من الشجر، الشوائب والحاجات اللي خارجه منه وكده. فحرفيا حوالي 4 أو 5 فدانين كنت المفروض اعملهم. فهو انا بقول له المفروض كل ده. قال لي ايوه. قال لي اعمل لحد ايه الساعه 5 المغرب هجي لك. لحد ما فهمني يعني ان انا هفضل شغال لحد الساعه ايه 5. من الساعه الكلام ده بدات الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5، يعني حوالي 9 ساعات. وفضلت شغال بقى تحت. شغل بقى تقطيع شجر تقطيع شجر وتنظيف. ومفيش بقى، عمال بحاول من كل حته. بعدها لقيته جاي لي كده الساعه 2 الظهر حاجه زي كده، جايب لي يعني هو سابني في المكان ده لوحدي بقى، وقعدت اعمل فيه. نزلت وانا بقى نفسي عمال انتج تاني. في نفس الوقت عمال افكر في ان انا اصلا قبل اي حاجه انا اصلا مش هقدر اخلصهم. يعني انا مش نينجا. تاني حاجه انا اصلا عمال اقول في نفسي انا لو خلصتهم مش هيبقى في شغل بكره. ففي نفس الوقت قلت شغل بكره ربنا هيبعته يعني. وقعدت ادي في الشغل كده، فلقيته جاي لي بكوبايه قهوه. آه، شربت كوبايه القهوه دي، وبعدها لقيته جايب لي الغدا سندوتشين عيش، وجايب لي علبتين تونه. والمفروض هاكل بيهم، يعني هعمل سندوتشات تونه وهاكل بيهم. بس ادتني صحة شوية، وقعدت أكمل بقى لحد ما حرفيا على ما الساعة جت 5 كده كنت أنا مرمي على الأرض ومش قادر. أنا طبعا كان معايا موبايلي، كنت قاعد بقى مشغل الأغاني وبتاع عمال أعمل لحد ما بقى خلاص يعني ما عدتش قادر. رجعت استنيته بقى على أول الأرض دي لحد ما لقيته جه وجه خدني بالعربية تاني. واحنا ماشيين بقى مروحين لقيته بيطلع من جيبه كده 40 يورو وبيديهم لي. هم شويه قوي بالنسبه للشغل ده يعني، وبالنسبه لنوع الشغل اللي انا كنت بعمله هم حرفيا شويه قوي. بس انا يعني فاهم اي فلوس بقى 40 يورو اول شغل ليا في ايطاليا في الكاستانيا دي. حرفيا انا كنت طاير من الفرحه بقى، اللي هو انا يعني اغنى واحد في ايطاليا كلها. وساعتها رحت السوبر ماركت. فاكر ان انا شفت الاسعار كانت 1 يورو وواحد ونص واتنين يورو ونص وحاجات كده. فانا كنت ساعتها يعني انا ممكن اشتري السوبر ماركت كله. ده كان في دماغي يعني. وفاكر ان اليوم ده احنا ساعتها بما انهم كانوا بيجوا لنا الاكل معلب، فكان المطبخ اللي موجود في الكامب اللي احنا كنا قاعدين فيه كان مقفول. فكنا بقى نفسنا ناكل اكله نظيفه. ففاكر ساعتها ان احنا رحنا اشترينا كيلو لحمه. كان معانا واحد صاحبنا شاطر قوي في الطبخ. ونزلنا ساعتها في الغابه. عرفنا البنجلاديش والباكستان هم كانوا شغالين، فدايما كانوا بيعملوا الاكل هم وبيطبخوا كده وفي الغابه وكده.
فكان عندهم بقى المواعين بتاعتهم ويعني حلل وكده، فاحنا ساعتها استأذنا منهم في ان احنا نستخدم منهم حلتين وكده. وقعدنا بقى حطينا حطب وولعنا وقعدنا طبخنا وعملنا اكل ساعتها، وكانت حاجة في منتهى الراحة النفسية ساعتها يعني. واشترينا شوية حاجات لنا وبتاع، وخلصوا ال 40 يورو. ومن هنا رجعنا تاني على الصفر. اشترينا بعدها برضو، لا اشترينا ساعتها مكنة حلاقة، وحلقنا لبعض، قعدنا نحلق لبعض. كنا قاعدين في المكان ده 4 كانوا ساكنين مع بعض في أوضة، لأن كان كل أوضة بيقعد فيها 4. وأنا كنت قاعد مع 3 بنجلاديش في أوضة. بنجلاديش دول كانوا بقى هم مسلمين وكل حاجة، بس كان في منهم كتير قوي بيلعبوا قمار. كنت ما كنتش اعرف الموضوع ده، وهم كانوا بيخبوا يعني، ما كانوش عايزين حد اصلا يعرف. فانا كنت ببقى نايم جوه، والساعه مثلا لما تيجي 1 2 بالليل اسمع ان في صوت وكده قدام الباب بتاع الاوضه بره. فانا ما كنتش بفهم يعني الكلام ده ايه، لحد ما في مره فتحت ودخلت عليهم لقيتهم قاعدين عاملين دايره كده، وكل واحد حاطط حرفيا كوم فلوس قدامه، قاعدين يلعبوا بقى ايه. هم شغالين وقاعدين يلعبوا قمار، كانوا بيلعبوا حس بالكوتشينه كده، يقعدوا يلعبوا وبتاع وحاجات غريبه يعني كده ملناش دعوه بيها. وتلاقي الواد تعبان طول اليوم شغال في الزراعه وميت، وجه يخسر الفلوس اللي معاه كلها بسبب قعده زي كده. كان في منهم واحد كان اسمه عبد الله، ده الوحيد اللي كان عادل فيهم. كان شخص كويس يعني، كان صوته جميل قوي في القرآن وكده. فكان مهونها شويه يعني، وكان بيتكلم انجليزي، وكان بيقعد يذاكر ايطالي، وكان بيساعدني واحده واحده. فكنا بنقعد نذاكر لبعض شويه ونفهم مع بعض كلمتين، شويه انجليزي كلمتين ايطالي وهكذا، وكانت الدنيا بتمشي يعني. كنت بقعد معاهم صراحه كتير قوي، كنت دايما اغلب الوقت مع صحابي في الاوضه، كلنا احنا ال5. مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده. في الفيديو الجاي هوريكم، هحكي لكم الاوراق اللي حصل معانا، والخطوات بتاعه الاوراق، وقعدنا في المكان ده قد ايه تاني، واللي حصل، وازاي اتفرقت انا واصحابي. وهاخدكم معايا الرحله اللي بعد كده. بس كده، شكرا. اشكركم لو انتم مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.